عسلامة ومرحبا بكم البنات في فيديو جديدة. موضوع الفيديو متاعنا لليوم الإمساك. جبت لكم وصفات طبيعية تعاون على علاج المشكلة هذه. دونك في الفيديو متاعنا لليوم باش نعرفوا شنو هو الإمساك، شنو ما هما أسباب الإمساك، باش نحكيو على أعراض الإمساك والوقاية من الإمساك، العلاج الطبيعي للإمساك، كيفاش نجمو نتجنبوا الإمساك، ووقتاش لازمنا نمشيو للطبيب باش يعالجنا الإمساك. أول حاجة باش نبداو بها تعريف الإمساك. والإمساك راهو نوعين، فما إمساك كرونيك دونك كونستيباسيون كرونيك ولا كونستيباسيون ترانزيتوار. دونك النوع الاول الإمساك الحاد يجينا مرة باغ اكزومبل في الشهر، ولو فات كوننا ندخلوا للتواليت نفرغوا الأمعاء الغليظة نتاعنا نحسوا بالراحة. النوع الثاني اللي هو الإمساك المزمن، لهنا وقت اللي الإنسان تصعب عليه إفراغ الأمعاء الغليظة ويدخل للتواليت أقل من 3 مرات أسبوعيا. هو أنفت علاش الإنسان يحس اللي البراز صلب وما نجمش يخرجه ويتوجع، على خاطر الجسم يمتص السوائل اللي موجودة في البراز. من أسباب الإمساك فما نوعين، فما أسباب إمساك كما انسداد الأمعاء، ولهنا لازمنا نتواجهوا المختص اللي هو الطبيب. وفما أسباب احنا نجم نحلهم وحدنا في الدار، قلة شرب الماء، النظام الغذائي السيء، الماكلة اللي ناقصة لي فيبر، الخمول، والناس اللي ما تتحركش وما تعملش اكتيفيتي سبورتيف، الشيخوخة، الناس اللي تسافر برشا وما عندهاش روتين واضح، الناس اللي تستعمل المسهل برشا من ريوسها، والناس اللي ما عندهاش روتين باش تدخل فيه للحمام، اللي هما الناس اللي وقت اللي جاهم البزوان باش يدخلوا للتواليت يأجلوا ويحصروا برشا. الأورام السرطانية عافانا وعافاكم الله، الفتق، الأدوية بيان سور كيما مسكنة الآلام، مضادات الاكتئاب، الأدوية اللي ناخذوها اللي تعمل ليبوتنسيون ارتيريال خافضة الدم، مضادات الحموضة اللي فيهم برشا كالسيوم وفيهم ألمنيوم، الناس اللي تاخذ فيغ، هذوما الكل عوامل يسببوا الإمساك المزمن. من أعراض الإمساك وقت اللي ندخلوا التواليت نحسوا بصعوبة ونتعبوا، صعوبة في التبرز وجاية، الكرش نحسوها منفوخة وفما برشا تشنجات وفقدان الشهية، تحس ديما بدينوزيل، وحتى البراز يكون أقل من العادة ويكون جاف ومتكتل برشا ويوجع بيان سور. دونك الوقاية من الإمساك، نشربوا برشا ماء، نمارسوا الرياضة بانتظام، نعملوا روتين كل يوم ساعة الفلانية ندخلوا فيها للتواليت، نتجنبوا حبس البراز، معناها وقت اللي تحس روحك عندك بزوان باش تدخل للتواليت تمشي تدخل، ما تقعدش حاصر روحك وتحسب روحك ماكش هنا. نبعدوا على موفيز ابيتود كيما الدخان، كيما الكول، كيما الماكله نتاع لي فاست فود اللي فابل اون فيبر، ونحاولوا نعوضوها بالخضر والغلال بويسكو ما غيش اون فيبر. وحاجه اخرى، وقت اللي نتكيو ولا نرقدوا نحاولوا نهزوا ساقينا 80 دوغري. 77% من أعراض الإمساك المزمن نجموا نجنبوها غير وقت اللي ناكلوا ماكلة غيش اون فيبر، كيما الشوفان، المكسرات، البقوليات، الخضر والغلال. الزبيب غني بالألياف ويحتوي على حامض الترتاريك اللي هو يلعب دور ملين، فبالتالي يعاون على إنقاص الإمساك. زيت الخروة مغرفة ولا مغرفتين نتاع ملعقة شاي الصباح على الريق ينقص من أعراض الإمساك، ونبداو نلاحظوا في الفرق بعد 8 ساعات. عندنا زاد بذور السمسم اللي هو السيزام، نجمو ناخذ مغرفة على الريق. ويسك السمسم هو مكون زيتي يرطب المعدة. نحكيو لهنا على بذور الكتان اللي هي مصدر جيد للفيبر، غيشون فيبر وفيها لوميغا 3. دونك الكتان يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتعاون برشا باش تنقص لنا من الآلام والأمراض متاع الجهاز الهضمي كيما الانتفاخ، الغازات، آلام البطن، وجاية على المعدة، وهي ألافوا نستعملوها وقت اللي يكون عندنا كونستيباسيون وإلا عندنا دياري، على خاطر هو ملين طبيعي. دونك لهنا الحلبة تعاون على علاج اضطرابات المعدة، أي قلق في المعدة الحلبة تبيزيه. حاجة أخرى تعاون على فقدان الشهية. نجمو نستعملوا الحلبة على طريقتين، سواء ندخلوها في أكلاتنا وإلا ناخذوا دبوزة ماء نبيتوا فيها كعبة حلبة ونشربوها على طوال النهار. نتعداو للشعير. بالنسبة للشعير فيه برشا فيبر غيشون فيبر، دونك لي فيبر اللي فيه يعاونوا على علاج الجهاز الهضمي بيان سور، الإمساك،
يخففوا من وجع المعدة وحتى الالتهابات متاع المعدة والأمعاء. دونك كيفاش نستعملوا الشعير؟ ناخذوا الشعير متاعنا نغليوه لمدة 10 دقائق ونحتفظوا به، نشربه 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين، وكيك يعاون على تنظيم الإمساك. انفيوجن زنجبيل والتاي الأخضر. احنا نعرفوا التاي الأخضر غيش منتول، في برشا منتول، والمنتول ينقص من التشنجات ويعمل على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي. بالنسبة للزنجبيل، الزنجبيل وقت اللي تشربه الجسم متاعنا ينتج المزيد من الحرارة مع الماء السخون، دونك هو عملية الهضم يخف من أعراض الإمساك. نجم نوظبوا عليه كل يوم في الليل ولا العشية بعد ما نكملوا نتعشاو ناخذوا كيس انفيوجن تاي وزنجبيل. ولهنا نحكيو على الماء مع القارص على الريق. القارص غيش اون اسيد سيتريك اللي بدوره يعاون على تحفيز عمل جهاز الهضم، فبالتالي هو يعاون الجسم باش يتخلص من السموم الكل، دونك ينقص لنا من الامساك. المكون الخامس معنا لليوم ماء دافي ومغرف عسل. هو الماء دافي وحده ملين، فما بالك مع العسل ناخذه الصباح على الريق. ولهنا عندنا الماء الجازيفي او جازيفي. اثبتت الدراسات انه الناس اللي تعاني من الامساك وقت اللي تشرب لو جازيفي خير من الماء العادي. عندنا زاد القهوة، ومش أي قهوة، القهوة اللي فيها نسبة كافيين عالية، هي بدورها تعمل وتحفز عمل عضلات الجهاز الهضمي. أثبتت الدراسات إنه القهوة غيش أو كافيين أقوى 60% من تأثير الماء، و23% أقوى من القهوة اللي خالية من الكافيين. مش هذا كهو، القهوة فيها نسبة ضئيلة من الألياف الذابة اللي تمنع الإمساك، وهي تحسن توازن البكتيري اللي موجودين في الجهاز الهضمي. اللي كنت نحكي لكم فيه الكل عادات، أطعمة، ماكلة، خضر، غلال ننجموا ندخلوها في يومنا باش يعاونونا على إنقاص الإمساك. وقتاش لازمنا نتوجهوا للطبيب؟ وقت اللي يكون سبب الإمساك ميديكامون أعطاه لنا الطبيب، دونك ما ينجم يوقف لنا الدواء إذا كان الطبيب. وإلا الإنسان وقت اللي يدخل للتواليت وما يحسش براحة، وقتها راهو لازم المشي للطبيب، راهو ضروري وتخي زورجون. هنا حطيت لكم الماكلة اللي نتجنبوها باش نجنبوا حدوث الإمساك، دونك الألبان، الأجبان، الروز، الخبز، البطاطا، الحليب. وهنا كما قاعدين نشوفوا في اللي شيفر تاع الناس اللي تجيهم بالأعمار الكونستيباسيون، دونك نجموا نقصوا من اللي شيفر هذوما جوست كون ندخلوا دي بون زابيتود. وهكا نكون قدمت لكم جميع النصائح اللي نجموا نعتمدوها في أياماتنا، الماكلة لي بون زابيتود، وإن شاء الله الناس الكل لاباس، وإن شاء الله الناس الكل بخير. ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على صحتكم. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر. انا توا مبقى لي كان نقول لكم ما تنسوش باش تعملوا ابونمون جيم، وباي باي.